رقم 7 معانا وهو مسلسل كفر دلهاب للشابو يوسف الشريف. كفر دلهاب، وهو من تمثيل الشابو الكرياتيفيتي، قول اللي عايز تقوله عن يوسف الشريف، وهو كان مسلسل في 2016 ومن الأعمال المختلفة جدا عن الدراما المصرية. بعيد بقى عن قصة الفقير اللي بيبقى غني أو اللي بيكافح في حياته عشان يوصل لحاجة، يجي يوسف الشريف بيقدم لنا مسلسل أجواءه حلوة كده ومرعبة شوية، وفي نفس الوقت محدش بيبقى فاهم حاجة إلا في الحلقة الأخيرة طبعا، واللي طلع في الآخر إن هو شيطان. وهنا قال جملة عجبتني جدا جدا: تقدر تخرج عن طاعته، تعصى، انما مشيئته لا. رقم 6 معانا وهو مسلسل مأمون وشركاه، والمسلسل ده بصراحة اندر ريتد جدا وما خدش حقه. مسلسل مأمون وشركاه من المسلسلات اللي عملها الزعيم عادل إمام في سنة 2016، وللأسف المسلسل ده ما خدش ضجة جامدة أو ما لفتش الأنظار ساعتها، ولكن لما اتفرجت عليه من فترة لقيت إن المسلسل مليان كوميديا، ولكن في الآخر المخرج والكاتب بيقدموا لنا نهاية عميقة جدا، وهي إن مأمون ما كانش قصده يبقى بخيل ويخبي عن ولاده الفلوس، ولكن الفلوس دي هنا بتمثل الثروة بتاعت مصر، إنه كان دايما بيحافظ عليها وبيقول لهم ما تفرطوش فيها، وبيأكد في كلمة ما تفرطوش دي. وهنا بيت مأمون اللي كان مستضيف فيه اليهودي والمسلم والمسيحي، ده كان بيرمز لمصر إنها بتضم وبترحب بكل الناس بجميع أنواعها.